هذا اللي قدامكم راس مال خس طبيعي كل شيء ما بيه. قاعد اقلب ببرنامج التيك توك، شفت مجموعه من الشباب قاعد يعلمون الناس شلون يزرعون الخس بالبيت. اليوم حبيت اسوي الطريقه مالتهم واشوف والله الطريقه ناجحه لو لا. بالبدايه نظفت الخس وجبت هاي السكينه حتى اقص هذا الطرف اللي موجود باسفل الخس، قصيته وتعالوا وياي اشوفكم ايش راح اسوي بيها. طبعا رحت ادور على عود مال اسنان ما لقيت، جبت هذن العود احسن من ماكو، وجبت هذا القلاص وهسه راح اثبت العود بالقطعه، شوفكم شلون راح تقعد بنص القلاص. طبعا انا بي شغله كلش حلوه، احب اجرب كل شيء وبنفس الوقت افيدكم. خليت العوادين بنص القطعه هاي مال الخس وترست القلاص مي وهسه راح اقعدها بنصها. هاي الطريقه اللي انا شفتها بالتيك توك وشفتهم خلوه بمكان بيه شمس. خليت القلاص بالترك فوق حتى العيونه لا توصل يمه وتقلبه، وبهذا المكان شمس خفيفه مو كلش قوي. تعال نشوف بعد اسبوع شلون صار شكلها. وهاي بعد اسبوع واكثر من اسبوع، والله 8 ايام تقريبا او 9 ايام مثل ما قاعد تشوفون قدامكم. العمليه خربت، واي شغله بالتيك توك تشوفوها لا تصدقون بيها. شوفوا خربت حتى صارت القلاص بريحه جايفه. باي باي، لا تجربون بعد.